التعاون المصري الاسرائيلي، الاتفاق. احنا النهارده اسرائيل بتدعم ده ليه؟ مش بس عشان كده، اهداف ليها اهداف اسرائيليه واهداف اخرى. محاربه الاسلام السياسي، السعوديه مش من مصلحتها محاربه الاسلام السياسي، حتى لو في وقت من الاوقات ساهمت في المشهد المأساوي اللي حصل للاسلام السياسي في مصر من وراها الثوره كلها. مش من مصلحتها الحكايه دي. خد بالك مصر نفس الاداء مع السعوديه، مع الفارق طبعا لفارق التاثير السياسي في المنطقه. ركز معايا بالله عليك. هو نفس الخلاف مع المغرب. المغرب لما طلعت التقرير وقالت للسيسي انت مش رئيس ومنقلب وانت مالكش اي قيمه ولا حاجه ولا بتاع، تقرير في تلفزيون رسمي، فاكرين الازمه دي؟ كانت مصر بتساند البوليتساريو. مصر رجعت واعترفت بذنبها، فالمغرب سحبت التقارير وقالت له خلاص يا عم روح انت رئيس. رجعت المغرب بقى، مصر طول الوقت عندها ازمه ان الملك في المغرب قدر ان هو يبص لبعيد، تتفق او تختلف، انا بحكي لك اللي حصل، يبص لبعيد ويشوف اللي بيحصل في الثورات، فعمل دخل اشرك التيارات الاسلاميه وفي القلب منها الاخوان المسلمين في الحكم في المغرب، وفتح الانتخابات بقت عاديه كده، والناس دي قدرت توصل لمناصب وقدروا يشاركوا في الحياه السياسيه. اي نعم طلعت تصريحات من بعض النواب قالت لك في الاخر الملك هو اللي بيحكم وبتاع، بس في النهايه هم شاركوا بشكل كبير. هدى الامور، شال الفيش في المغرب. عشان ايه؟ شاف قال له من علمك تلك القسمه؟ قال له المنطقه التي تمر بهذه الصراعات. طيب مصر ده قفشه في الموضوع ده. يعني ايه يبقى في اي تيارات سياسيه اسلاميه ليها اي وجود تتنفس؟ فجات الانتخابات البرلمانيه الجديده المغربيه واللي سيطرت عليها برضو او خدت منها جزء كبير من الكعكه التيارات الاسلاميه وفي القلب منها الاخوان المسلمين. مصر قفشت، استضافت تاني وفد من البوليتساريو عشان تغيظ مين؟ يعني مكايده في مين؟ مكايده في المغرب. قامت مستضيفه بتوع البوليتساريو عشان تغيظ المغرب. هذا الخلاف المصري المغربي المستتر هو الخلاف السعودي. مصر فضلت تنط على الحبال، مش عايزه تواجه السعوديه، عايزه فلوس، عايزه الرز من السعوديه، ومش عايزه ان هي تقفش على السعوديه، والحكايه ما تمشيش بهذا الشكل خالص. بس بتوصل مهما كنت لعيب شاطر ومهما كنت مبتز شاطر، والسيسي مبتز شاطر وانا قلت المعلومه دي 1000 مره، ضليع في الابتزاز حقيقه. يحب يقعد يبتز كده حقيقه. الزين وال حرفين حروف الابتزاز يعني بتشكل اهميه في حياته. المهم فمش هتقدر في الاخر خلاص. في طرق اختلفت، حتى لو انت بالك ان الموضوع هادي، حتى لو انا سمعت اي وشوش، الحكايه معركه وجود الفتره دي، والطرق مختلفه، لان مصر لا تقدر على الطريق الثاني. ده اساس يعني شرعيه الحكم في مصر دلوقتي بترتكل لحاجتين: ثوره يوليو المجيده اللي بيحكم بيها العسكر بسبب 60 سنه ما شاء الله، وشايف النعيم اللي في المنطقه كلها بسبب هذه الثوره المجيده، مش كل يوم بقى هنعيد الكلام ده، وشرعيه مواجهه تيار الاسلام السياسي اللي كان هيضيع مصر، اللي كان هيخربها سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. الحمد لله مصر محلقه فوق السماوات عليا. فدلوقتي مصر ده جزء من شرعيه الحكايه. فبدا الترويج زي ما هنشوف في الفيديوهات لحكايه ايه؟ اصل هم امريكا واحنا مصر الاراده المستقل والقرار المستقل، وان احنا في حرب، واصل احنا مش هنتصالح مع الاخوان. تصدق بالله لو طلع المرشد نفسه قال لك هتصالح مع السيسي، لا يعني لا يشوف يوم من الاخوان نفسيها ما شافوهوش، بزعم يعني كده لا يجرؤ. لو دكتور مرسي طلع في ميدان رابعه وقال يا جماعه انا قررت اتصالح مع السيسي وطلع غلطان، يعني اعتقد ان اللي هيشوفه اكتر من اللي شافه كل الفتره اللي فاتت. ربنا يفك اسر الجميع. المهم يعني فبدا الترويج لده، وبدا تاني، وفضلت بقى السعوديه وهتشوف بقى اجيب لك بقى ويقول لك اصلا واحنا ما مضيناش على طيران والصنافير واحنا اصلا وترضى بالاستقلال التام ولا الموت الزؤام وبتاع. قصه طريفه جدا بس محتاجه تدعيم بالفيديوهات، هتبقى لطيفه جدا زي ما كل حاجه لطيفه في بلدنا. هناخدها في الجزء الاخير من حلقه النهارده.
من الخلاف المصري السعودي الى القضيه الفلسطينيه اللي السيسي بيلعب فيها دور حقيقه حقير جدا، زي ما قلنا ووضحنا قبل كده كتير جدا. بوني بن مناحيم المحلل الصهيوني للشؤون العربيه كان ليه مقال على موقع نيوز واحد العبري بعنوان مصر تساعد محمد دحلان في مصر يا جماعه. قال لك ان عقد مؤتمر حول القضيه الفلسطينيه في القاهره بمشاركه القيادي المفصول من حركه فتح محمد دحلان ورفاقه، اللي هو دحلان دلوقتي يعني امارات بتعمل لتركيا، قال ايه هي معاقباه. استضافه دحلان في القاهره عشان يكون في المؤتمر اللي بيحل قضيه فلسطين بيصب الزيت على النار في العلاقات المتوتره بين النظام المصري والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اللي اعلن رفضه استضافه مصر للمؤتمر اللي يمثل دفعه قويه لغريمه دحلان. مقال مهم لكاتب صهيوني مهم، كان مهم ان احنا كمان نلخصه في الانفوجراف التالي. السيسي يلمع دحلان على حساب عباس. يرتبط السيسي بعلاقات قوية مع دحلان ويخطط لتوليه رئاسة فلسطين خلفا لمحمود عباس. استعان السيسي بدحلان في الوساطة مع أثيوبيا في مشكلة سد النهضة. دحلان هو المستشار الشخصي لحاكم